لو بتواجهوا صعوبة في النوم أو ما بتبقوش قادرين تقوموا من على السرير لما بتصحوا من النوم وبتفضلوا باصين في السقف بس، وطبعا كلنا عارفين المنظر بتاع بصة السقف ده، تعالوا أقول لكم تعملوا إيه. أول حاجة لازم نعرفها هو إحنا عايزين نصحى ليه هصحى من مكاني واسيب الكومفورت زون بتاعي، وده اللي بيفرق بين حد بيصحى عنده طاقة وحد بيبقى مش عايز يقوم من مكانه. عشان كده لازم يكون عندنا سبب واضح يخلينا نقوم من على السرير. تاني حاجة هتخلينا نصحى عندنا طاقة هو إننا هنبقى عارفين إحنا صاحيين نعمل إيه بالظبط، والبوينت دي واحدة من أهم الحاجات اللي هتساعدنا نمانج اليوم بتاعنا، وهي التو دو ليست. وهنا أنا على الأقل بكتب 3 حاجات أنا عارفة إن أنا عايزة أصحى أخلص الحاجات دي أول اليوم. وعلى الرغم إن الخطوة دي تبان بسيطة وكليشيه كده في نفسها، إلا إنها بجد من أكتر الحاجات اللي ممكن تخليكوا برودكتيف وتخلي عندكوا طاقة في اليوم. والأحسن إن التودو ليست دي نكتبها قبل ما ننام، بحيث إن احنا نبقى صاحيين جاهزين للشغل على طول. تالت حاجة بقى هتخلينا نصحى عندنا طاقة مش المنظر ده أبدا لو انتي طالبة وعندك مذاكرة، ولا كمان المنظر ده لو انتي ست بيت وعندك حاجات كتير. صدقوني لو صاحيين فايقين هتناموا نفسكوا تاني. عشان كده ضروري قبل ما ننام نكون مظبطين الدنيا كده ومنظفينها ومجهزينها للشغل، فلما هنصحى من النوم هنكون عارفين احنا المفروض هنعمل ايه على طول وهنبدأ فيه. وده كمان هيفتح نفسنا ان احنا نقوم نعمل لنا فطار كده لذيذ. اما بقى رابع حاجة هتساعدنا نصحى كده بطاقة محترمة هو اننا يكون عندنا روتين معين بنمشي عليه. فكرة انه يكون عندي روتين او خطوات معينة ثابتة بعملها اول ما بصحى، 1 2 3، زي مثلا ان انا برتب السرير اول ما بصحى، ده هيخلي مخنا كده يبقى متبرمج، وهيبقى سهل جدا عليه ان هو ياخد قرار ان احنا نصحى من النوم اصلا ونقوم نبدأ يومنا. وانا شايفة ان الروتين من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلينا ننجح في حياتنا عموما اصلا. يعني مثلا بدل ما نصحى من النوم نفضل ماسكين الموبايل كده بلا هدف، لا هنبقى صاحيين عارفين احنا عايزين نعمل ايه في وقت قد ايه بالظبط. خامس حاجة بديهية جدا هو اننا ناخد كفايتنا من النوم. حاولوا تناموا فترات مناسبة، يعني مثلا ما تأفوروش في النوم ولا تقللوا في النوم زيادة عن اللزوم، وده هيخليكوا تكونوا مركزين اكتر. وبس كده.